يقول واحد من الآراء أن مساجد الله هي قلوب المؤمنين. يجي واحد يملي حظر عقائدي على الناس، يسموه إرهاب فكري، مو إرهاب مرة جسدي، مرة إرهاب فكري. مو من حقك تقول أشهد أن عليا ولي الله، مو من حقك أن تصلي على تربة، مو من حقك أن تزور الحسين، أنت مشرك، أنت كافر. هذا ايش يسموه؟ إرهاب، بس إرهاب فكري. يعني لازم إن لم تكن معي فأنت ضدي، أنت خارج الدين، خارج الملة. يقول هذول ماكو أظلم منهم، لأنه الإنسان يفترض أن يكون قلب الإنسان هو مسجد لله. هسه أكو روايات أحاديث قدسية قد ما تحضرني بالنص أن الله تبارك وتعالى يقول ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ولا هو وسعني قلب